لها كيفاش كانت العلاقة ديالو معها، واش كان معها مزيان، واش كانت العلاقة الزوجية ديالهم مستقرة، واش كان كيخونها، واش عمرو خانها، واش عنده اعداء في الخدمة، في العائلة، في الجيران، اخر مرة تناقش مع شي حد، واش كان كيتعاطى اي مخدر او اعمال سحر وشعوذة. كتقول لي ان كراك كان انسان مسالم ومؤدب وما كيتيقش لا في شعوذة وما كيتعاطاش لاي مخدر، الا انه تيكمي بزاف. وسافر المحقق كيفن من لابايات البومن باش يقابل المحقق قابل اللي حبس التحقيق ديالو، ووصل لطريق مسدود في هذه القضية. المحقق قابل غيقبل التعاون ديال كان باش يحلوا اللغز ديال هذه القضية، وكيمشيو هو وياه كما كتبين الصورة لمسرح الجريمة او موقع الحادث، وغيدخلوا للغرفة 348 وغيعطي قابل المحقق كان جميع المستندات وكل ما توصل ليه في التحقيق ديال 7 اشهر، وحتى التقرير ديال الطب الشرعي خدا كان. ومنين خدا كان هاد المستندات مشى للدار ديالو في الليل وبدا كيقرا فيهم، وفي الليل صونا على قابل وقال ليه واقيلا حليت اللغز ديال هاد القضيه. وقال ليه قابل واش انت قدرتي تحلها في ليله وحده؟ قال ليه قلت لك واقيلا قدرت نحلها. كان صونا في ديك الليله على مرت كراك وقال لها واش الزوج ديالك تيكمي الكارو بيديه اليمنى ولا اليسرى؟ قالت ليه بيديه اليمنى. في حين كراك مات والكارو في يديه اليسرى، كان قال ابل بان الزوجه ديال كراك قالت ليه بان الزوج